عايز اتكلم معاك في موضوع ناس كتير بتفكر فيه، بس قليل اللي بيقولوا بصراحة. فكرة العقد السري او العلاقات اللي بتتم من ورا الكواليس، مكالمات، شات، ارتباط من غير اي اطار واضح. بس السؤال الحقيقي مش مين بيعمل كده، السؤال ليه بقى سهل قوي كده. زمان كان الوصول صعب، دلوقتي تليفون في ايدك وخصوصية كاملة وضغطة زر تدخل حياة اي حد وتخرج منها في ثانية. الموضوع مش مرتبط بواحد او واحدة، هو مرتبط بحالة عامة بقينا فيها كلنا، وهو الفراغ او احتياج للاهتمام، وخوف من الارتباط الحقيقي، ومسؤولية بقت تقيلة على ناس كتير. بقى فيه ناس بتقولك انا عايز احساس من غير التزام، وفي واحدة تقولك انا عاوزة حد يسمعني بس من غير يعني وجع دماغ، كزواج، واخش في دور المسؤولية وكزوجة وان انا اكون ملتزمة كل الحاجات دي هي مش حباها، لكن هي حابة فكرة الاحساس، وحد يسمعها، يعني يسمعها ويحس بيها كويس يعني. بس الحقيقة اللي محدش بيقولها، العلاقات اللي من النوع ده عمرها ما بتملأ الفراغ، هي بتوسعه. كل مرة بتدخل علاقة من غير وضوح بتفقد جزء من نفسك أو من نفسك، من ثقتك ومن قدرتك إنك تحب صح بعد كده. والمشكلة مش في التليفون، المشكلة في اللي جوانا. طيب نعمل إيه بقى؟ أول حاجة افهم نفسك أو افهمي نفسك أنت، واسأل السؤال ده، هو أنا، أو اسألي أنت السؤال ده: أنا داخلة العلاقة دي ليه؟ هل هروب أو ملل أو احتياج؟ ولما تعرفي السبب تقدري تعالجيه من جذوره، أو تقدر أنت تعالجه من جذوره. تاني حاجة اقفل الباب اللي بيودي للغلط، مش تقول أنا قوي ومش هقع، أو أنت تقولي نفس الكلام أنا قوية ومش هقع. طب ما طبيعي جدا هتقع، لأن الحرام الشيطان فيه مدبر ومجهز لك كل حاجة إنك تقع في الغلط. فليه يعني تسوقي في الطريق ده وتمشي فيه؟ حاولي بقدر الإمكان تبعدي نفسك عن الطريق ده وتقفلي الباب اللي بيودي للغلط، واقفلي الشات. يعني حاولي لما حد يبعتلك رسالة خليكي صعبة جدا، ما تبعتلهوش وتكلميه، ولا طبعا اقطعي فورا، او امسحي رقم الواتساب واقطعي العلاقة مع الشخص ده، لأن العلاقة دي محرمة. والعلاقة أو الطريق اللي فيه حرام عمره ما بيكون فيه ربنا، وربنا مش بيبارك فيه. تالت حاجة، ما تضحكيش على نفسك. مفيش حاجة اسمها مجرد كلام، الكلام بيكبر. وانت كمان ما تضحكش على نفسك وتقول ده مجرد كلام. الكلام والمشاعر وكل الحاجات دي انت بتتعلق بيها، والنهاية غالبا بتوجع، لأن في طرف غالبا بيكون سايب، وفي طرف متمسك شوية، أو في توازن بس بسيط من طرف الآخر. يعني تحس إنك أنت اللي متماسك شوية، أو وده هو اللي بيخليك تخوض آه، فكرة العقد السري. رابع حاجة، اشتغل على حياتك بجد. ما تضيعش وقتك في الفراغ والعلاقات اللي مش كويسة مع الحريم والستات، وانك تدخل تكلمهم على الماسنجر وتبعت لهم وتقول لهم هاي، او الحاجات العبيطة دي، او تحاول بأي شكل الطرق انك تكون في حياتهم. بلاش يا صديقي، اشتغل واتعب وكون نفسك، واعمل لنفسك شخصية قوية، وجهز الجنة اللي أي شخص يتمناها. وأنا أقصد هنا حياتك، للفراشات تتجمع فيها، تحب إنها تكون مشاركاك في الحياة دي. لأن الشخص الجاهز مش بيدور على علاقات مستخبية، هو بيدور على شريكة حياة. خامس حاجة يا صديقي، لو ناوي على ارتباط خليه واضح ونضيف، روح للصح حتى لو أصعب، لأن الصح بيبنيك والغلط بيكسرك واحدة واحدة. وفي الآخر أنت مش محتاج علاقة مؤقتة تديك إحساس لحظي، أنت محتاج حياة مستقرة وقلب مرتاح وحد يشاركك الحياة. اختار نفسك قبل أي حد، وما تضيعش وقتك، وقتك ثمين وغالي. وافتكر دايما مش كل حاجة سهلة تبقى صح، ومش كل حاجة صعبة تبقى غلط. خليك نضيف، وانت خليك نضيفة. حافظي على نفسك عشان عواطفك
تقدري تطلعيها للشخص الصح أو شريك الحياة اللي يستاهل.